الأناجيل الأربعة مفيش حاجة اسمها أناجيل. لو قريت في الكتاب المقدس ما تلاقيش كلمة أناجيل، لكن تلاقي كلمة الإنجيل. والإنجيل معناها الخبر السار أو الخبر المفرح، ونحن لنا إنجيل واحد. حتى عندنا في أوشية الإنجيل الشماس يقول صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يمكن في بعض آباء يغلط يقول لك بأناجيلك المقدس، لا، بإنجيلك المقدس بطلبات القديسين، لكن هو إنجيل واحد. وعندنا مكتوب كاتا متساؤن، يعني الإنجيل كاتا يعني بحسب، وحتى الكتاب اسمه كاتا ميروس. كاتا يعني بحسب الأجزاء، ميروس يعني مرس، يمرسوه يعني يجزأوه، الأجزاء الموجودة. ادي معنى كلمة كاتا ميروس. فابونا هو بيصلي يقول لك كاتا متساؤن، يعني الإنجيل بحسب ما كتبه متى، الإنجيل بحسب ما كتبه مرقس، كاتا ماركون، كاتا لوقا، كاتا يؤنن يوحنا. فهو الإنجيل من 4 اتجاهات. أنا ببسطها كالآتي: أنا واقف وأنت جيت خدت لي صورة من الأمام، وخدت لي صورة من الخلف، وخدت لي صورة من اليمين، وخدت لي صورة من اليسار. لو حطيت ال4 صور جنب بعض هتلاقيهم في اختلافات بينهم، لكن ال4 لشخص واحد. الإنجيل كده هو عبارة عن 2 كتبة من ال12 و2 كتبة من ال70. الأول والرابع من ال12 متى ويوحنا. متى كتب لليهود، فكتب عن الإنسان الكامل الملك. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داوود بدأ بداوود الملك، هيجلس على كرسي داوود أبيه، واليهود منتظرين المسيح الملك الكامل، الإنسان الكامل. عشان كده يظهر ناسوته بقوة. وإذا كان متى كتب عن الإنسان الكامل، يبقى يوحنا كتب عن الإله الكامل. ده في ال4 كائنات الحية له وجه مثل وجه إنسان، ده إنجيل متى. طب ويوحنا مثل النسر الطائر. النسر الطائر ده اللاهوتيات. يوحنا بدأ باللاهوتيات: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وبعدين يختم إنجيله: أشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع، لو كتبت واحدة واحدة لست أظن أن العالم يسعها، إنما كتبت هذه لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله الحي. يبقى متى ويوحنا بيجاوبوا على سؤال: من هو المسيح؟ هو الإنسان الكامل والإله الكامل. اكتب على إنجيلك على متى الإنسان الملك، الإنسان الكامل، واكتب على إنجيل يوحنا الإله الكامل. طيب، مرقس ولوقا بيتكلموا عن وظيفته. إذا كان متى ويوحنا بيتكلموا عن مين هو، طب إيه وظيفته؟ مرقس بيتكلم عن الأسد. الأسد يعني الملك القوي. متى الملك الإنسان الكامل، لكن مرقس الملك القوي. ويبدأ إنجيل مرقس بكلمة صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. ومرقس لما كتب للرومان، والرومان يمجدوا القوة. يعني إذا كانوا اليهود منتظرين الإنسان الكامل المسيح، فمتى كتب لهم عن المسيح. الرومان بيحبوا القوة، قال لهم هو ده الأسد الخارج من سبط يهوذا. يبدأ بصوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. ولذلك معجزات مرقس تتكلم عن المسيح القوي. لوقا التور. ايه التور؟ يدرس ويحرث ويشتغل وفي الاخر يتذبح، الخدام. المسيح هو الخادم، لان لوقا لما كتب لليونان، واليونان فلسفتهم ان العظيم هو اللي بيخدم مش اللي بيتخدم. عشان كده لوقا هو الوحيد اللي يقولك كان يجول يسوع يجول يصنع خيرا، ولما جاء المساء مضى كل واحد إلى بيته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون وقضى الليل كله مصليا. يبقى يا صاحب السؤال، إيه هما الأناجيل ال4؟ متى الإنسان الكامل، يوحنا الإله الكامل أي الإله المتجسد من هو المسيح، مرقس ولوقا الملك الخدام
هو ملك وهو خادم للبشرية كلها.